العيد الغريب اللي بيجي في 31 أكتوبر، والناس فيه بتلبس أزياء مرعبة وغريبة تعبر عن الإبداع والخيال. تعالي نستكشف مع بعض تصاميم مبهرة وأفكار تخلينا نحتفل بالهالوين بشكل مميز، ونشوف إزاي ممكن نخلي الاحتفال بالهالوين تكون مميزة ومختلفة. يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ اهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهار رشاد. في يوم من الايام كان في احتفال غريب بيحصل في اماكن مختلفة من العالم، اسمه عيد الهالوين. عيد الهالوين بدأ من اقدم الازمان، وخصوصا في ايرلندا واسكتلندا. كان الناس بيحتفلوا في نهاية فصل الخريف، معتقدين ان في ليلة 31 اكتوبر الارواح بترجع للارض، عشان كده كانوا بيعملوا احتفالات عشان يحموا نفسهم من الارواح الشريرة. المزارعين كانوا بيولعوا نار كبيرة على التلال، وكانوا يلبسوا ازياء ولبس مميز جدا وغريب عشان يتنكروا كأنهم ارواح. الفكرة كانت انهم يخوفوا الاشباح عشان ما يقربوش منهم. كل واحد كان يختار زي غريب ومخيف، وكان دايما في لمسة من الإبداع في الأزياء. مع مرور الوقت بدأت فكرة الهالوين تنتشر لأماكن تانية، وفي القرن ال19 هاجر كتير من الأيرلنديين لأمريكا وأخدوا معاهم تقاليد الهالوين. هناك بدأت الاحتفالات تتغير، لكن فكرة الأزياء والملابس المخيفة فضلت جزء أساسي من الاحتفال. وبدل ما كانوا بيخافوا من الأرواح، بدأوا يحتفلوا بطرق ممتعة جدا ويتنافسوا في تصميم أزياء مميزة وغريبة. الهالوين دلوقتي بقى احتفال كبير في أماكن كتير حول العالم، والناس بقت متحمسة جدا عشان يلبسوا أزياء تنكرية. الأطفال مثلا بيتنكروا في شخصيات مشهورة زي الساحرات ومصاصين الدماء أو حتى كائنات فضائية، والكبار كمان بيشاركوا في المتعة ويختاروا أزياء معبرة عن شخصياتهم أو الأفلام المفضلة ليهم. في احتفالات الهالوين بتشوف الناس لابسة أزياء متكاملة مع مكياج مميز وزينة تكميلية. في ناس بيحبوا الأزياء المرعبة، بس في ناس تانية بيلبسوا الأزياء الكوميدية أو الغريبة. وكمان الشوارع بتتحول لعرض أزياء مفتوح، والناس بتتنافس في إظهار إبداعهم. وفي النهاية الهالوين مش بس احتفال بالخوف، لكنه بقى مناسبة للاحتفال بالإبداع والتعبير عن النفس من خلال الأزياء. الكل بيستمتع ويعبر عن نفسه بطريقة فريدة، وبكده عيد الهالوين بقى فرصة للجميع عشان يلبسوا ويعبروا عن شخصياتهم بأزياء تحكي حكاياتهم. استني، في ملاحظة صغيرة بس مهمة. الكلام ده كله عشان نفهم معنى العيد، مش معناه إننا لازم نعمل كل الحاجات دي، وكل واحد حر في طريقته في الاحتفال بالهالوين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدوا بمعلومات جديدة عن الهالوين. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. وبجد أنا مستنية رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومة كانت مفيدة لكم ولا لأ. وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك والإنستجرام @رودانياستايل، وعلى الويب سايت www.rodaniastyle.com. افتكروا دايما life is a party, dress like it. نشوفكم في الحلقة الجاية. باي. Stop.